اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة عدس يدفي كده في الشتاء يبقى حلو. يا رب يعجبكم الوصفة بتاعتي. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب تعجبكم ان شاء الله. يلا تعالوا نسمي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا الحاجات اهي. هنبتدي نسمي بالله كده. بسم الله. معانا الثوم ومعانا الجزر ومعانا البطاطس ومعانا الكوسة ومعانا البصل ومعانا العدس. طبعا لازم نعمله بخضار وحاجات عشان تدينا فايدة وغذاء اكتر من كده. معايا مية مغلية ونزلت بيها بالخضار والحاجة. هننزل بالمقادير كلها فيها، والعدس هينزل اهو كمان. ركزي معايا عشان ده فيه تكتين كده حلوين قوي وبيبقى حلو جدا وخفيف، مش تقيل ولا اي حاجة. تنسوش الاستغفار وكلمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا كده خلاص الخضار معايا استوى والحاجات دي. نقلب كده. اهم حاجة ما يلزقش معانا في القعر وما تسيبوش كتير على النار. اول ما الخضار يستوي نبتدي اللي احنا ناخده نخليه يهدى شوية يبرد عشان نقدر نشتغل بيه. هنا جبنا حلة وفيها شوية زيت، 3 معالق زيت ومعلقة سمنة. وبعد كده هننزل بقى بالشعرية. هنحمر شوية شعرية. هنعمل العدس بتاعنا النهاردة بالشعرية. بيبقى حلو جدا ومفيد كده وبيدفي وتحس ان انتي اكلتي وشبعتي، مش لازم يتعمل بيه فتة ولا حاجة. انا عن نفسي شخصيا بناكله كده. ونفضل بقى نحمر الشعرية وهنديها شوية ملح كمان عشان توحد اللون بتاعه وتتحمر معانا بسرعة. او شوية الملح. في ناس تقول لي لا ما نحطش ملح. طبعا كل واحد وذوقه، كل واحد وحريته، كل واحد ما بيحبش يعني. طبعا ما بحب يعمل ايه. انا بديكوا الفكرة وانتوا عايزين تعملوها تعملوها، مش تعملوها يعني كل واحد حر. بس ان شاء الله تعجبكم الوصفة دي بإذن الله. بصوا الشعرية بقت حتة لون ولون كده وظبطناها. وبعد كده رحنا حمرناها كويس ونزلنا بالعدس ضربناه في الخلاط. نزلنا عليها ونقلبها ونوطي النار شوية. وبعد كده انا بفرم بقية العدس في الخلاط. وبعد كده حطيت العدس كله. انا بحبه اللي هو الاصفر الفاتح ده، بحط له بعد ما بيتضرب كده كويس. بصوا كان طعمه حكاية يعني، والله طعمه حكاية. بصوا نحط له بقى التوابل بتاعته ايه. انا مش عاملاه بدهون كتير يعني. بصوا الكمية دي كلها على معلقتين زيت ومعلقة سمنة، فدهونه مش كتير. فاصبح ممكن اللي عامل دايت يقدر يشرب منه زي ما هو عايز او ياكل منه زي ما هو عايز. هيقول لي عشان الشعرية، لا الشعرية انت مش هتيجيلك برضو كمية كبيرة، مش مضر يعني الحاجة. انا ملحته طبعا بالملح والفلفل الاسود بتاع ده ورقة الدجاج. حطيت 2 3 مرة دجاج كده وظبطت الملح وحطيت شوية كمون. هنا جبنا الطاسة علشان نعمل التومة الطشة بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بنحط التوم. حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة برضو. هنحمر التومة كويس يعني، مش هنخليها غامقة
زي بتاعه الملوخيه كده، لا احنا هنخليها ايه، نفس اللون اللي هتشوفوه دلوقتي. بصوا جينا للعدس لقيناه لسه شويه، بس عقبال ما تتحمر يكون هو استوى، ما بياخدش وقت في السوا مع الشعريه. يا دوبك الشعريه بتاخد غلوتين وخلاص هي استوت. حتى في الشوربه العاديه كده، انا يوم شوربه العدس ده انا ببقى فرحانه جدا من حاجات فايده كتيره بتتاخد. ده خل بنعمل طشه خل بالثوم، بتدي طعم وتست عالي جدا. حد يقول لي الخل كده يبقى كتير، لا مش هيبقى كتير، هيديكي تست عالي لان الكميه كبيره. فكده الكميه مناسبه ليه الخل والثوم ده. هنبتدي بقى نقلب كده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. خلاص غليوا كده مع بعض، وبعد كده نروح نعمل الطشة بتاعتنا. بس نحط الطشة بتاعتنا في قلب العدس، ونقلب كويس. نخلي بالنا لما يكون الحلة كده مليانة عشان ما تتدلدش مننا. لونه حلو جدا على فكرة، والطعم كان واو، طعم خرافة. انا بحب اعمل بالزيادة عشان احطه في التلاجة عندي ونفضل اطلع منه، اشرب منه كده بيبقى جميل. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان يوصلكوا كل وصفاتي، ويا رب تعجبكم وصفاتي باذن الله. بصينا حطينا شويه كمون، نقلبها. كل ما ننزل حاجه نقلبها، ليه؟ علشان بتتكاتل كده مع بعض وتبقى تعمل زي كوره، وما بتكونش اتقلبت الحاجات كلها مع بعضها. شوربه العدس دي مفيده جدا بالذات في الشتاء. بصوا بتاخدوا كميه خضار حلوه قوي وبروتين. البروتين ده اللي هو العدس. نحط فلفل اسود، هنقلب برضو. بعد اهو حطينا فلفل اسود تاني. حسيت اللي هو كميه صغيره اللي انا حطيتها في الاول. هنقلبها كويس. في ناس هتقولي تحطي مرق دجاج ليه؟ انا بحبها بمرقة الدجاج، بتدي تيست كده متغير غير الطعم العادي بتاعنا، بتعلي التيست فيها كده وبتبقى حلوة قوي. حطيت حطيت بتاع ده شوية ملح، وحطيت مرقة دجاج. عندك المرقة الدجاج فورية حطي 2 أو 3. عندك الشريط اللي هي المربعة دي، يعني فرديها خالص كده، خليها زي البودر وحطيها، مش هتفرق يعني. بس ونقلب، اهم حاجه نقلبهم كويس ونتاكد ان هما ما تكتلوش علشان خاطر ما يبقاش متكتلين كده. انا بحبه على فكره كمان تقيل مش خفيف. بصوا كده انا حطيت عليه معلقه سمنه، معلقه سمنه بلدي. طبعا مش انا اللي هاكلها. الطعم بيبقى حلو قوي قوي قوي. العدس عليه بصوا السمنه، يا سلام على الطعم، يا جميل، جميل قوي 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 بصراحه على فكره. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. ده انا نسيت احط كمان طماطم بس مش مشكله. عفوا. بصوا الطعم هيعجبكم جدا جدا جدا. بصوا الشكل عامل ازاي، ولا المنظر بقى، ولا الريحه بقى بتاعته.
الريحه بتاعته كانت قلب الشقه بصراحه وجميل قوي. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اسيبكم على خير وفي رعايه الله باذن الله. ما تنسونيش بالله عليكم في التعليقات تقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعتي، واللي جرب وصفاتي يقول لي. يلا سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.